اهلين حبوباتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيسبر تكونوا بيا حبوباتي، انا في نعمه والحمد لله. رجعت لكم فيديو جديد، فيديو صيفي بامتياز. هذا الفيديو برعايه الناس اللي تعاني من رائحه الغموليه ومن رائحه الرطوبه ومن رائحه المجاري المياه. حبيت نفيدكم بفيديو نتاعي، حبيت نبارطاجي معكم تجربتي وتدبيرتي لنهار اليوم. تدبيره سهله وماهيش مكلفه. تابعوا معايا الفيديو راح تعرفوا كيفاش ديروها وكيفاش تستعملوا هذه التدبيره. بالنسبه للبنات اللي ساكنين في العمارات ولا البنات اللي ما عند ديارهم ما فيهمش التهويه، ولا دائما ريحه الغمله وريحه الميديتي في دارهم وريحه المجاري خاصه مع الصباح كي ينوضوا ولا في الليل كي يجوا يرقدوا تبدا تخرج هذيك الرائحه. ولا بالنسبه للفراش تاعهم ديما فيه ريحه الغموليه. جبت لكم هذه التدبيره سهله كيما راكم تشوفوا. هذه كيما كاع تعرفوا هذه الكريات هي كريات نتاع الكافور. ما كاش اللي ما يعرفش الكافور. وهاد الساشيه راح نهضر لكم عليها في نهايه الفيديو. تابعوا معايا الفيديو راح تفهموا. هادو ما كاش اللي ما يعرفهمش، يتباعوا عندنا حنا في الاسواق تاع الجزائر، يديروا 10,000 ديميل. وهاد التيل وهاد الغربال هذا تاع اللي راهم يديروا فيه هاد الحجرات تاع المعطر، هادو شغل ديرين في وسط الخزانه تاعك ويديروا كتعطير فيهم رائحه. ديك الرائحه ما تشدش وما تدومش، يعني فتره برك كي شريتها انا فتره يا ربي ماشي بزاف وما دارت لي حتى مفعول. حبيت ندير معاكم هاد التدبيره. بالنسبه للبنات كيما راني نحكي لكم، بالنسبه للبنات اللي حابين يخبوا، خاصه رانا في فصل الصيف ورايحين نخبوا قش الشتاء ورايحين نلمدوا الفريش تاع الشتاء والكوفيرطات وملابس تاع الشتاء. هاد التدبيره رائعه باش ما تولي لكمش ريحه الغمله في الملابس تاعكم ولا في الفراش. عليكم على الكافور. تشري الكافور من عند العشاب، انا شريته من عند العشاب حقيقه من عند العطار. الساشيه هذه دير 15 نف. شوفوا راني شوفي ديري بها خير ربي، تخدمي بها حاجات كتار، ديريها في الخزانه تاعك، ديريها في وسط القش نتاعك. روعه. هادو الناس بكري كانوا يديروها يستعملوها بزاف الفراش تاع الصوف باش ما يديرش هذيك الحشره تاع الصوف. يستعملوها للفراشات بزاف، كانوا يستعملوها ناس بكري وحنا خرجنا على هاد العادات. المهم حبوباتي، انا جبت لكم التدبيره تاعي باش كيفاش ديروها باش تقلل من رائحه المجاري. نبداو اول حاجه كيفاش تقلل من رائحه المجاري. رايحه نحط لكم كيفاش استعملتها، راح نبارطاجي لكم فيديو كيفاش استعملتها. هي انك تجيبي، تشاهدوا معايا الفيديو، هي انك راح تجيبي هاد الحبات تاع الكافور، ديري حبه ولا زوج تلوحيها في المجرى كيما راكم تشوفوا في الفيديو. راح نبارطاجيها معكم هنايا. تلوحي حبه في المجرى وتخليها ما تقيسي عليها الماء في المجرى تاع الطوالات تاع الدوش حاشاكم في اللافابو. شتو لافابو في المجرى تاع لافابو. لوحي حبه ولا زوج وخليها. شتو كل ما يتقلب عليها الماء، كل ما تفتحوا العين وتبدا الماء تسيل، رايحه تخرج منها رائحه زكيه، رائحه الكافور، ويمتص لك بكميه هائله رائحه الرطوبه، رائحه حاشاكم الطوالات عزكم الله. انا نديرها تمتي، نديرها في المجرى كما راكم شفتوا الفيديو، ونديرها اصلا بين الجعبات تاع الماء السخون والماء البارد. شفتوا الجعبه تاع الدوش، ندخل حبه تما ونخليها، ننساها كاع، نديرها تما ونخليها تمتص برائحه، تمتص الروائح الكريهه بطريقه رهيبه يا البنات. وتقضي تاني راح نزيدكم معلومه، تقضي حتى على الحشرات اللي تخرج من الطواليت، هذوك القرلو حاشاكم، تقضي ما تخليهش تقتل هاد الحشرات. وبالنسبه للبنات اللي باغيين يديروها للملابس تاعهم، ننصحكم ديروا حبه في كل ايطاج، تحت الايطاج تحت الملابس تاعكم، ديروا حبه رايحين حوالاكم يولوا يفوحوا برائحه زكيه وما يكون فيه رائحه الغموليه. وبالنسبه للفراش انا نستحملها كثيرا عن داري، عفوا ما فيهاش تهويه. الدار اللي راني كريتها ما فيهاش كاع تهويه، في عندي واحد التاقات صغار وجايين يلفوا شغل ما كاش تهويه. صافو دير المطارح نتاعي الغلافات تاعهم ندير في وسط الغلاف تاع المطرح تاع الماطله، ندير حبه تاع كافور في وسطها.
باش تخلي لي المطرح نتاعي ما يفوحش، ما يديرش ريحه الغموليه، خاصه في فصل الصيف وفي فصل الشتاء. تنفع تاني في فصل الشتاء، مع تعرفوا الرطوبه تاني تزيد في فصل الشتاء. ما لا نستعملها هذه الطريقه سهله وتقلل عليا بزاف من هاد الروائح. وكما قلت لكم في الخزانه تاني كل ايطاج ديري حبه حبه، وندير في وسط المطرح، وندير في الكوفيرتا تاني اللي نخملهم باش نلمدهم، باش نخبيهم. ندير تاني في الفاليزه تاوعي تاع الملابس، في الكوفيرتات، في وسط الكوفيرتات ندير حبه برك، غير حبه. شوفوا يا البنات تقضي بشكل رهيب، تعطيك واحد الروائح. جربوها ورايحين تلقاو عليها نتيجه. والله من هذا المنبر اللي تجربها. نتمنى ترجعي الفيديو تاعي وتخلي تعليق باش كاع الناس تستفاد وكاع الناس تعرف بهذه التدبيره. انا جربت معاكم شحال من تدبيره، نقصت عليا شويه بصح ماشي كيما هاد التدبيره. حبيت نبارطاجيها معاكم حبوباتي. شوفوا درت في الكوفيرتان، درت في الخزانه نتاعي، في الخزانه نتاع ولادي، درت في المطارح حبه لحبه. وشوفوا كميه تبقى يعني تشد شحال وشحال. وهذه في الاخر كما هضرت لكم في البدايه، هاد التدبيره اللي راح نديرها لكم. شتو جبت هذيك تاع ديميل، جبت هذا التيلو اللي يديروا فيه معروف يتباع عند الخياطين، تشري طرف منه ماهوش غالي وديريه. انا تبغي تقلعي، انا هادو كنت شاريتهم، قلت لكم شاريتهم ديميل من السوق، نقصت الريحه نتاعهم ما عادش تفوح بزاف. ما لا لوجيك نقول خلي باش نديرها في وسط الكوفيرتات نتاوعي باش نخبيهم الكوفيرتات هذوك الخشان. زدت عليهم 2 حبات ورايحه نعاود نلمدها ونلوحها في وسط الكوفيرتات تاوعي اللي رايحه نخبيهم. هذه تدبيره رايحه تعطيك ميلونج تاع رائحه خليط رغم ان الاولى بدات تروح الرائحه نتاعها، شغل كي نزيدها هاد الحبيبات تزيد تعزز الرائحه، تزيد تولي ميلونج من الروائح الزكيه. ونحطها في وسط الكوفيرتات تاوعي ونخبيها. شوفوا راني درتها، راني في سيمانه والله العظيم، والله غير رائحه تاع داري تبدلت تماما. كنت ناعيه بالصانيب تاع امير، ناعيه بالبخور، ندير البخور، ناعيه. شوفي نفتح البيبان تاع الشارع شكل نقول باش تدخل شويه ريحه تبدل، نضل نسيق بالصابون وجافي والو. كي نخرج خاصه كي نخرج من داري ونجي داخل. وكما قلت لكم البنات ان شاء الله في اخر فيديو هذا، ان شاء الله الفيديو تاعي يكون نال اعجابكم. سامحوني الفيديو تاعي اليوم كان عشوائي، راه بدون مونتاج حبوباتي. عندي شحال ما درتش فيديو، راني مانيش عارفه حتى كيفاش نصور. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. عليكم غير تدعموني بليجام الى عجبتكم هذه التدبيره، وخليوا لي كومونت في التعليقات حبوباتي. والى اللقاء.